الكاتب بطبعه بيسعى للكمال، يعني أوقات كتيرة أنا وغيري بنحاول نعمل كل حاجة، فتلاقي الكاتب ممكن يعمل عمل واحد يتعمد إنه يخليه صغير فيه إسقاطات فلسفية صالح لكل الأعمار، ويا سلام لو ندمج ما بين نوعين أدبيين زي الرعب والتاريخ. الحقيقة ده مش خيال، كاتبة النهاردة منى طارق سليم حاولت تعمل الكلام ده في روايتها واحد الخوف. تعالى نعرف عرفت تعمله ولا لأ، يلا بينا. خليني أقول لك نقطة كده قبل ما نخش في مراجعة هذا العمل. الكاتبة تبشر بمشروع مهم، عندها فكرة عايزة تقدمه، وصلت للطريقة السليمة ولا لأ ده هيبقى موضوع نقاشنا، ولكن هي عندها فكر وعندها طريقة، والحقيقة مشروعها يحترم ومميز للغاية. ولكن تعالى أقول لك تفاصيل عمل النهاردة الأول، وبعدين نتكلم في الكلام ده في النقد والمناقشة. رواية واحد الخوف تأليف منى طارق سليم، إصدار دار حواديت للنشر والتوزيع، معرض الكتاب 2023، عدد صفحات 188 صفحة، والغلاف لأحمد الصباغ. والحقيقة أنا شهادتي في أحمد الصباغ مجروحة، لأن هو اللي عامل لي غلاف ترجمتي الأولى ينابيع وكلى، لا تنزل قريب جدا إن شاء الله. وتعالى أقول لك ملخص القصة بدون حرق الأحداث كالعادة. بنبدأ أحداث الرواية في زمن ابن طولون، بقافلة تتحرك في الصحراء بتوه نتيجة شرب المرشد القائم عليها للخمور. أثناء التيه ده بيسمعوا صوت مريب، يتوجه هارون كبير القافلة لفحص مصدر الصوت، يشوفوا حاجة بترعبهم فيطلعوا يجروا عشان يوصلوا الواحة بتاعتهم بسلام، وتنتشر فيها كالنار في الهشيم أخبار الوحش ساكن الجبال اللي رعبهم والخوف منه. ونركز في كلمة الخوف دي لأنها محور أساسي في عمل النهاردة. وبعد كده يبدأ فرح في الواحة بين عائلات الأثرياء يشغل الناس عن الشائعات شوية، وبعدها يتم التجهيز لقافلة جديدة بقيادة هارون برضو، ومعاه العريس الغني اللي راجع للعاصمة بلده الأصلية ومعاه زوجته. تتعرض القافلة للهجوم من الوحش الغامض ده، ويهرب جزء منهم يرجع الواحة يحكي لأهلها الفظائع اللي حصلت. ما يبقاش قدام أهل الواحة إلا الاستعانة بجيش ابن طولون، فيبعتوا وفد صغير من عندهم للقاء الحاكم، وفعلا بيبعت معاهم جيش صغير ومنهم رماة وناس بتضرب بالرماح عشان تتعامل مع الوحش من على بعد. وهنا تتطور الأحداث بسرعة ونوصل لأسئلتنا الكتير. الحقيقة إيه هو الوحش؟ وايه سبب ظهوره في التوقيت ده بالتحديد؟ هل الخطر بيهدد الواحة ولا بيهدد البلد ولا بيهدد الانسان؟ ازاي هيقدروا يتغلبوا على الخطر ده؟ مين المخطئ في الاصل واللي يتحمل اللوم؟ اللي كان سكران ولا اللي راح فضوله جابه عشان يستكشف؟ اسئلة كتيرة واجابتها كلها موجودة في عمل النهاردة، ولكن انا عندي فضول اسألك، هل عمرك قريت رواية فيها فكرة قريبة من دي، بتتكلم في رعب ولكن في منطقة تاريخية زي عصر دولة ابن طولون؟ قولي في التعليقات، وانا بعد الفيديو ما يخلص هنزل نكمل كلامنا. وتعالى نروح للنقد او المناقشة. حتى قبل ظهور الوحش فبداية الرواية مميزة جدا، سريعة ومقبضة، وشدتني الأحداث بسرعة، أقحمتني جوه الحدوتة كده، بقيت عايز أعرف إيه اللي حصل. طب إحنا رحنا هنا ليه؟ القافلة تاهت إزاي؟ إيه اللي هيحصل للقافلة؟ وده عنصر مهم جدا زي ما اتكلمنا أكتر من مرة، إن الأعمال المعروضة كتير وأنا محتاج أشد انتباه القارئ بسرعة، عشان حتى لو هو جاب العمل بتاعي يفضل إن هو يقراه بدري عن غيره. أحداث الرواية الكاتبة اختارت إنها تبقى في عصر الدولة الطولونية ده زمان، واختارت المكان يبقى واحد سيوة، فهنلاحظ مذاكرة كويسة للمنطقة دي زي عناصر تركيب المكان نفسه وسكان المكان، الخليط ما بين العرب والأمازيغ، فكرة اعتمادهم على تجارة البلح والنخيل والقوافل اللي بتمشي ما بين البلاد عشان تتاجر وتجيب فلوس، اعتماد النظام القائم على العبيد اللي كان موجود في الوقت ده،
وغيرها من التفاصيل الكتير. حجم العمل صغير وده بيعمل صعوبة لأنه بيجبر الكاتبة على إنها تعرف شخصياتها بسرعة، والحقيقة هي نجحت في ده. فهتلاقي في حوار أقل من نص صفحة بالظبط بنعرف شخصية هارون ابن أغنى أغنياء الواحة وخروجه بأول قافلة تجارية تحت قيادته. بنتعرف بغنيم ابن أحد أثرياء العاصمة اللي هي القطائع في عصر ابن طولون، والمشوار الكبير اللي قطعه من القطائع لحد سيوة عشان يتجوز بجميلة الجميلات ذبيدة اللي هي بنت الأثرياء برضه. كل الكلام ده تم بسرعة وتركيز بدون ما يفقدك انت تركيزك في أحداث الرواية. وبالكلام على الشخصيات اللي اتعرفنا عليها بسرعة، فشخصيات العمل محددة ومش مركبة ولا نفسيتها فيها تضارب. فهنلاقي فلان صالح، فلان جبان، فلان جشع، علان حكيم، وغيرها وغيرها. وده اللي بيخليها أكتر صالحة لفئة الناشئة والمبتدئين في القراءة، مش هتبقى صعبة أو مكلكعة عليهم. واللي ساعد على كده إن ما فيهاش أي مشاهد بلس 18 من أي نوع، حتى الرعب والقتل اللي فيها مش معوي وما فيهوش وصف للدماء والأشلاء. حتى الرسالة اللي بتوجهها الكاتبة في النهاية هي مباشرة جدا وصريحة وبتكسر رمزية الرواية اللي أي قارئ مخضرم كان هيقدر يفكها من نص العمل تقريبا، ولكن هي اختارت تشرحها عشان توصل للفئة العمرية الأصغر. واللي ساعد على كده كمان إن أحداث الرواية سريعة جدا جدا جدا، فده مش سايب مساحة للملل. وده مهم لأن زي ما بقولك الفئة اللي هتعجبها الرواية دي هي فئة الناشئة المتعودة على الأفلام بتاعت الحركة والأكشن والمسلسلات اللي بتجري بسرعة. هنا أنت هتلاقي حروب ومؤامرات، غارات وقتال، سفر وغارات ورا بعض ورا بعض. حتى الفصل الواحد هتلاقي جواه أكتر من مشهد وأكتر من حاجة في التغيرات دي. يعني الفصل هتلاقيه دسم وكبير ولكن غني بالأحداث. ولكن السرعة دي كانت في معظم الأوقات حلوة وخدمة العمل، ولكن في أوقات تانية أفقدت لحظات حلوة طعمها. زي مثلا إن في شخصية في الرواية إحنا اتعلقنا بيها، قعدت معانا فترة كبيرة في الرواية وليها مواقف كويسة جوه الرواية بتأثر في القارئ وتعلم معاه. الشخصية دي بتخرج من الأحداث بطريقة معينة، الكاتبة ما ادتش فرصة للقارئ إنه يتفاعل مع خروجها، ما ادتوش فرصة انه يحزن عليها، لا متدخلته بسرعة في احداث تانية ففقدت اللحظة رونقها. ولكن دي مش نقطة هنعلق عليها قوي قد اللي جاي. فاللي جاي مش عيب على قد ما هو استفسار. احنا اخترنا عصر احمد بن طولون بالتحديد عشان احداث الرواية تقع فيه، فالزمن عنصر مهم في اي رواية، ولو هو مش مؤثر فاحنا اكدنا ليه اكتر من مرة على زمن ابن طولون. ليه مش المماليك، العباسيين، الأمويين، حتى الفراعنة أو البطالمة؟ الحقيقة ما عنديش إجابة للسؤال ده. حتى في الجزء الأخير من الرواية الكاتبة زودت جرعة التاريخ شوية في الموضوع، ولكن برضو ما زال الرابط مع القصة الأصلية ضعيف. في نقطة لاحقة كده، اللغة في الرواية كويسة جدا، سهلة وبسيطة بالعربية الفصحى في السرد وفي الحوار وما فيهاش أي مشاكل، وده اللي بيدعم اللي أنا بقولك عليه التوجه إلى القارئ الناشئ أو المبتدئ في القراءة. ولكن في نقطة اتكررت أكتر من مرة وهي استخدام كلمة دلال للكلام على المرشد بتاع القافلة التجارية، وتم الكلام ده بشكل متكرر على مدار الرواية كلها. على قدر علمي البسيط إن المنصب ده أو الوظيفة دي يا دليل يا حادي القافلة، مش دلال خالص. حتى إني رجعت للمعجم عشان أتأكد وبحثت عن دلال ومصدرها، ما لقيتش ليها علاقة بالأمر لا من قريب ولا من بعيد، وكان معناها الأقرب هو بائع أو تاجر أو سمسار، ولكن ربما أكون مخطئ. في نقطة لاحقة برضو لهذه النقطة، في عدد لا يستهان به من الأخطاء الإملائية والمطبعية في العمل، وده وصلنا إلى الخلاصة.
رواية سريعة الإيقاع بأحداث متلاحقة بعيدة كليا عن الملل، من وجهة نظري موجهة أكثر لفئة الناشئة والمبتدئين في عالم القراءة. هتحببهم في الموضوع عن طريق الكثير من المغامرات والصراع والحروب برغم حجمها الصغير. الكاتبة لو اشتغلت على نفسها وعملت حصيلة لغوية أكبر هيبقى ممتاز، وأحب أقرأ لها العمل القادم إن شاء الله. وأشيد بالنهاية كانت حلوة ومميزة واتلعبت بذكاء شديد، مع اعتراضي الشديد برضو على النصح والإرشاد المباشر في النهاية. ولكن في الأول وفي الآخر ده رأيي أنا عايز أعرف رأيك أنت بقى. هل متحمس لعمل النهاردة؟ هل عندك استعداد تقراه؟ ولو قريته تقييمك ليه إيه؟ واللي في التعليقات نتكلم مع بعض ونستفيد، زي كده أحسن تعليقات ورشحات ومراجعات بتطلع من مجتمع كوكب الكتب يعني أنت. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمني بلايك وتشير هذا الفيديو. أما بقى لو عايز تشبع القارئ اللي جواك وتختار كتابك اللي جاي صح، فهيظهر قدامك على الشاشة دلوقتي فيديو يساعدك تعمل الكلام ده. روح اتفرج عليه. أشوفك هناك. سلام.